عندي مشكله. طيب، بعد تتويج يوم الجمعه بطلا لدوري ابطال افريقيا، لعب اليوم النجم الساحلي مباراه قمه مؤجله من المرحله التاسعه مع غريمه الافريقي. سهام العيادي والمزيد من تونس. قبل صافرة البداية انطلقت الاحتجاجات على تعيين الحكم الجزائري للمباراة الحمودي، بما أنه مدرب الإفريقي هو الجزائري أيضا عبد الحق بن شيخة. احنا عرضنا باش يكون حكم جزائري، وانا مانيش حاب باش يكون حكم جزائري لعدة عوامل، لأن الضغط طوى عليه. ما عنديش تعليق. مباراة اليوم جمعت بين بطل إفريقيا النجم الرياضي الساحلي الذي دخل المقابلة بثوب الزعامة الإفريقية والنادي الإفريقي من أجل المصالحة مع جماهير عرفت بوفائها الدائم للفريق. المقابلة عرفت تقلبات عديدة. البداية كانت قوية من جانب النجم الذي حاول الوصول في أكثر من مناسبة إلى مرمى الحارس النفزي بفضل تسربات مين الشرميتي وإمدادات بن فرج وعفوان الغربي في منطقة 18 متر. فرص من الجانبين والنجاعة مفقودة حسمت الأمور في الشوط الأول الذي انتهى على نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. أكيد احنا لعبنا ناقصين من المحترفين بتاعنا، ولكن في ظل غياب هذوما حاولنا مش اليوم نتأقلموا مع الوضع. فحبنا لنا الشوط الأول درسناه، نحاولوا كيفاش نمتصوا حماس وقوة النادي الإفريقي. في الشوط الثاني كان الإصرار واضح من جانب الإفريقي على التهديف. يوسف المويبي يخفق، وكانت الفرصة الأبرز في الدقيقة 58 إثر رأسية تصدى لها الحارس المثلوثي. في الدقائق الأخيرة تحكم النجم في نسق المباراة، وكان الأفضل على الميدان والأقرب إلى افتتاح النتيجة. مفيد لنا نحن النجم الساحلي اللي عدي ماتش باهي، والأهم حاجة للنجم الساحلي معنا يبقى في الصدارة والحمد لله. النتيجة استبشر بها أحباء النجم في ظل وجود عديد الغيابات في الرصيد البشري، في حين خيم الغضب على المدارج المخصصة لجماهير الإفريقي. سهام العيادي، صدى الملاعب، MBC تونس. إذا بقي نجم في صدارة الدوري ب20 نقطة، فيما التحق الإفريقي بالترجي في المركز الثالث ب16 نقطة بنفس الرصيد. لاحظين تنافس رهيب، قوافل قفصة له 15 من 9 مباريات. انا اعتقد النجم ماشي زي العسل مثل ما يقولون. نعم، يعني حقق البطولة الأفريقية. هلا بيتهموك انك تشجع النجم الساحلي؟ والله على هالاداء السنه النجم الساحلي يعني متفوق ومتميز، ولكن احنا صراحه كذلك الافريقي قدم عرض بس جمهوره يعني شوي عتباني على جمهور افريقي، يعني فريقه تعادل، ما محتاج كل